نكمل يا شباب النموذج الثالث، عايزك تكمل معايا تركيزك. قال لي السؤال الأول ألف، اختر الإجابة الصحيحة في العلاقة بين القوى المحصلة والكتلة والعجلة تعبر عن قانون. قال لي هو أول حاجة إن A بتساوي F على M، وده القانون الثاني لنيوتن. الانقسام الخلوي الذي ينتج عنه خلايا تحتوي على نص عدد الكروموسومات الخلية الأصلية، قال لي ده الانقسام الميوزي. قال لي تكملة السؤال الأول ب علل. يشعر الإنسان بالدفء عند إذابة مسحوق الجير في المية. أول حاجة عايزك تفتكر معايا إن الجير ده هو اسمه الجير الحي، معلومة مهمة برضو، الجير الحي، وده الرمز بتاعه CaO. أما لو أنا كتبت لك الجير المطفأ، قال لي فده CaOH الكل 2 واسمه هيدروكسيد الكالسيوم. اما الجير الحي اسمه اكسيد الكالسيوم. ماشي، نرجع لسؤالنا. يستخدم الانسان او يشعر الانسان بالدفء عند اذابه مسحوق الجير في الميه. قال لي لان تفاعل الجير في الميه يكون تفاعل طارد للحراره، ويتم استخدامه في العبوات ذاتيه التسخين. وتكتب لي المعادله ان CaO زائد الميه H2O ده اهي هيديني CaOH الكل 2 زائد هيت او حراره، ويستخدم في تفاعلات او العبوات ذاتيه التسخين. 2 لا يلغى فعل ورد فعل بعضهم البعض، لانه تبعا لقانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه، فلا يمكن أن يلغي الفعل رد الفعل إطلاقا. رقم 3 تحتوي البيضة على نص عدد كروموسومات الخلية الجسدية. قال لي لأن البيضة ده يا أستاذ هي عبارة عن مشيج يحتوي على نص المادة الوراثية، لأنه ناتج من انقسام ميوزي. تقول لي لأن البويضة ده اهي تنتج عن انقسام ميوزي. تقل درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. تقول لي لأنه كلما ارتفعنا عن سطح الأرض إيه اللي هيحصل عندي؟ قال لي يتمدد الهواء وتقل كثافته وتتباعد جزيئاته عن بعضها، أو دقائقه عن بعضها. قال لي فتقل درجة حرارته أو درجة الحرارة. السؤال الثاني قال لي تسمى الكميات الفيزيائية التي تحتاج إلى مقدار واتجاه بكميات فيزيائية متجهة. في نص الكرة الشمالي تنحرف الرياح إلى، قال لي جهة اليمين أو يمين اتجاهها الأصلي نتيجة تأثير كيريوليس. ماذا يحدث إذا استخدم الماء في إطفاء حريق الصوديوم؟ قال لي يظل الحريق مشتعل، قال لي لأن تفاعل الفلزات مع المية طارد للحرارة، ويحدث اشتعال بسبب تصاعد غاز الهيدروجين. رقم 2 إذا أثرت قوتان متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه على جسم، قال لي يظل محافظ على حالته، هيفضل حالته زي ما هي. لو ساكن هيفضل ساكن، لو متحرك هيظل متحرك. لم تحدث عملية العبور، قال لي لا يحدث تنوع في الصفات الوراثية.
في الصفات الوراثية. كانت الأرض لا تدور حول محورها، قال لي كده الرياح كانت تتحرك في مسارات مستقيمة. تتحرك الرياح في مسارات مستقيمة. السؤال الثالث قال لي اكتب المصطلح العلمي. قوة محصلة مقدارها صفر، يبقى دي قوة متزنة. قوة متزنة. إعادة ترتيب المادة الوراثية بين الكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الميوزي الأول، ظاهرة العبور الوراثي. قارن بين التفاعل الطارد والتفاعل المواصل، لسه مقارنين بينهم في النموذج الأول. هنقول إن التفاعل الطارد الحرارة هي تفاعلات كيميائية يتم فيها انطلاق طاقة حرارية من النظام للوسط المحيط. أما التفاعل المواصل قال لي تفاعلات كيميائية يتم فيها امتصاص الحرارة من النظام من الوسط المحيط إلى النظام. التصادم المرن والتصادم غير المرن، ومهم جدا السؤال ده. قال لي التصادم المرن، قال لي تصادم ينتج عنه حركة الجسم الساكن وسكون الجسم المتحرك. والجسم الساكن بيتحرك بنفس السرعة. الجسم اللي كان متحرك يفضل ساكن يبقى ساكن، والجسم اللي كان ساكن يبقى بيتحرك. أما التصادم غير المرن ينتج عنه حركة الجسمين بنص السرعة، نص السرعة بس اللي هيتحركوا بيها. الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية، قال الخلايا الجسدية دي 2N والتناسلية زيها 2N، وهتنسى المعلومة دي. دي تنقسم ميتوزي ودي تنقسم ميوزي. درجة الحرارة في المناطق القطبية قال لي منخفضة. أما درجة الحرارة في المناطق خط الاستواء قال لي مرتفعة. وما تسيبش الإجابة كده وخلاص، قول لي منخفضة بسبب ميل أشعة الشمس، أما عند خط الاستواء بسبب تعامد أشعة الشمس. والسؤال الأخير معايا قال لي صوب ما تحته خط. تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة يسمى، قال لي السؤال ده يسمى التسامي. تنقل حبوب اللقاح الأزهار الملقحة بالحشرات بواسطة دواء مجاوبها بالحشرات. ما أهمية فهم متطلبات تفاعلات الاحتراق؟ قال لي معرفة إن أي احتراق في الدنيا يلزم 3 حاجات: الوقود والأكسجين. قال لي أنت هتاخد أول حاجة عشان تعمل احتراق الوقود يبقى عندك، وتاني حاجة عندي لازم تكون موجودة الأكسجين. قال لي ورقم 3 يبقى أنا محتاج الوقود ومحتاج الأكسجين، وتالت حاجة أنا محتاجها قال لي الحرارة. دراسة التصادمات في الفيزياء إيه أهميتها؟ قال لي معرفة أنواع التصادمات، وهي تصادم مرن وتصادم غير مرن، وتشرح له إن التصادم المرن جسم بيتحرك والجسم التاني بيبقى ساكن بيعكسه، وقال لي لا يحدث فيها فقد للطاقة. أما التصادم غير المرن يحدث فقد للطاقة على هيئة ضوء أو حرارة أو تشوه في الأشكال. ورقم 3 ما أهمية الانقسام الميوزي؟ قال لي ينتج عنه تكوين الأمشاج ويساعد في عملية التكاثر الجنسي. رقم 4 والأخيرة ودي مهمة جدا بقى، آخر سؤال خالص، هي الأقمار الصناعية دي أهميتها إيه؟ في الكتاب وهو بيشرح ما قاليش أهميتها. أهميتها إنها بتسجل المعلومات بتاعت عوامات الأرصاد الجوية. تسجيل ونقل معلومات الأرصاد الجوية. وكده يا شباب احنا الحمد لله خلصنا ال3 نماذج. محتاجك تراجعهم كويس قوي واحدة واحدة، ما تفكرش ان انت تروح كده اللي هو انت خلصت وتنام كده وتروح لجنتك من غير ما تكون باصص على ال3 نماذج دول كويس. انت المستفيد، ركز فيهم كويس. بالتوفيق لكم كلكم يا شباب.